لا، ريحته حلوة. بكام ده؟ هذا البخاخ السحري اللي تكلمت عليه اللي يحتاجه كل شخص لازم يكون معه، سواء يعاني من راحة القدم الكريهة ولا لا، لأن المنتج هذا يحمي لك الرجل من إنه أصلا يتكون فيها فطريات. فالمنتج هذا بخة بس بختين منه على الرجلين أو حشاكم على الشخشير أو في الحذاء نفسه، ينحي لك المشاكل هذه كلها. اول شيء قبل ما نلبسه الشخشير متاعنا لازم نبخه منه بختين على الرجلين، اهم شيء يركز عليه منطقه الصوابع، تمام. وبعدها بعد ما نلبس الشخشير لازم قبل ما نلبس الحذاء نبخ على الشخشير نفسه، باش حتى الشخشير نفسه ما يطلعش فيه رائحه كريهه وتقعد الرائحه ديما منعشه. وحتى قبل ما نلبس الحذاء نفسه، الحذاء من داخل نبخوه بختين الداخل، باش حتى الحذاء لما تنحي رجلك منه ما يتعرضش لرائحه الكريهه هذه. المنتج هذا باختصار مكوناته شني وشني المواد الفعالة فيه. أول حاجة اللي هو شني تي تري أويل، اللي هو شني المادة هذه زيت شجرة الشاي، اللي هي أفضل مادة للقضاء على البكتيريا والفطريات، وتمنع أن الوسط هذا لنمو البكتيريا أو الفطريات، في نفس الوقت تمنع ظهور القدم رياضية عند الرياضيين. وشن تاني حاجة لفصله اللي هو زيت النعناع. زيت النعناع هذا يحافظ على انتعاش الرجل نفسها ويخلي رائحتها جنينة. وشن ثالث شيء اللي نعرفوه كلنا، يهدي ويرطب المنطقة ويمنع التهيج فيها، اللي هو الألوفيرا. وما ننسوش من التركيبات المهمة اللي هي البنتانول، اللي يحافظ على تغذية البشرة ويخلي البشرة دي ناعمة. وعندي آخر مادة اللي هي كلوروهيدرات الألمنيوم، اللي هي هذه من المواد اللي تحافظ على جفاف المنطقة وتمنع التعرق المفرط فيها. ولذلك مع المنتج هذا انسى حاجه اسمها رائحه كريهه، انسى شيء اسمه تعرق، انسى اي حاجه تضايقك في الرجل نفسها. لذلك هذا المنتج لازم يكون عند كل شخص في الحوش. السلام عليكم.